تعالى أقولك، أوقات بتلاقي نفسك محطوط في وضع مقارنة مع أي حد حواليك وبالذات من أهلك. تعالى أقولك إيه اللي بيحصل بالظبط. شوية نقط كده تفكر فيها لما تتحط في الموقف المقارنة اللي أنا لسه بقول عليه ده. ليه بقى يا سيدي؟ المقارنة بالغير أوحش حاجة ممكن تعملها في نفسك لما تحصل لك المقارنة دي، لأنك عمرك ما هتبقى راضي بوضعك مهما حصل مش هتبقى راضي بوضعك. طب لما أهلك بقى هم اللي يقارنوك بحد، دي مصيبة تانية. تعال أقولك تعمل إيه. ما تخليش الموضوع يأثر فيه. انت بتقولي ايه؟ والله زي ما بقولك كده. تعال أقولك ليه ما تخليهمش الموضوع يأثر فيك، عشان هقولك ايه فكرهم بقى لما بيحطونا في مقارنة مع حد. هم للأسف فاكرين ان هم كده بيحفزون. والله بيحفزون. لما يقولك يا بنت انت مش شايفة بنت خالتك، يا ولا انت شايف ابن عمك. ليه بقى؟ لأن هم ما يعرفوش طريقة غير الطريقة دي، اتربوا عليها وتعودوا عليها وتقال لهم ده صح. والله عدي الموضوع، بقولها لك اهو، بس ما تخلوش يأثر فيك. بس تعالى اما اقول لك ملحوظة. المقارنة مهمة فعلا، بس امتى؟ لما تكون انت بتقارن نفسك بنفسك، مش بطنط وابن عمك وابن خالتك. يعني كنت فين وبقيت فين؟ كنت شاطر في المادة دي وبقيت احسن؟ كنت شاطر في الشغلانة دي وتعلمتها احسن؟ يعني تقول لي نفسك اتحسنت ولا واقف مكاني؟ دي مقارنتك بنفسك. تقعد تسأل نفسك كده، انا بقيت احسن ولا اوحش؟ دي المقارنة فعلا اللي انا بتكلم عليها. لكن المقارنة بحد تاني اوحش حاجة. فهمت بقى ليه اهلك بيقارنوك او الطريقة ديت اللي اتعلموها؟ بس يبقى لازم تعذرهم، عشان هما كده مفكرين ان هما بيشجعوك. اتعلموا على كده، ورثوا كده، عاداتهم كده، تقاليدهم كده. انا قلت النهاردة التوضيح ده، ولو عندك توضيح تاني او تعليق سيبلي في الفيديو في كومنت حلو. صلي على النبي.